هنعمل النهارده كريب بس عامل نفسه مكرونه للناس بقى المكسلين المستعجلين اللي عاوزين كده الاكلات الجاهزه وبيحبوا الاكلات السريعه. احنا هنعمل كريب بس بطريقه جديده خالص وطعمه ممتاز. لو مره تشوفي قناتي معاكي مطبخ اسماء علي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف كده ايه طريقه الكريب بقى اللي شكلها زي المكرونه دي. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. معانا عيش شامي، عيش شامي العادي خالص اللي كلنا عارفينه. في ناس بتستعمله بالعيش التورتيلا. بس هو انا هستعمله بصراحه الطريقه ديت بالعيش الشامي. طعمه حلو قوي. تعالوا كده نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معانا كده صينيه انا جبتها رشيت كده فيها رشه من الزيت. وهبدا ان انا ارص العيش بتاعي، انا هخلي نص الرغيف من تحت والنص التاني من فوق عشان في اخر الطريقه هبدا ان انا اقفل العيش بتاعي. الصينيه ديت هتاخد كده حوالي 8 كده من ارغفه العيش. بدات كده ان انا ارص العيش بتاعي معايا بقى. بشاميل انا كنت عاملاه سريع كده، يعني كل مره بنعمله بس ما بنضيفلهوش بيض. حطينا 4 معالق من السمنه على الزيت، وحطينا 4 معالق من الدقيق، وحطينا كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. كده خلاص بشاميل بقى جاهز معانا. حطيت كده معلقتين كده من البشاميل او 3 معالق. ومعايا بقى رشه من الجبنه، جبنه شيدر او جبنه رومي اي حاجه عندك. وعندي قطع من البانيه. عندك قطعه بانيه في التلاجة، قطعة فراخ في التلاجة، قطعتين بانيه كده جاهزين، يعني أي حاجة كده موجودة عندك هنقدر نعمل بيها الطريقة ديت. بدأت كده رصيت بشاميل الأول كده 2 3 معالق ورشة من الجبنة أي جبن بقى عندك. وهنحط كده البانيه بتاعنا. وهبدأ إن أنا أحط عليه إضافة البطاطس، أنا عاملة كده حوالي 4 5 بطاطسات كده قلياهم. هبدأ إن أنا أضيف كده البطاطس بتاعتي زي ما قلت لك كده، هي طريقة البانيه بالظبط. بس يعني حاجة مش متعبة، حاجة سهلة وسريعة للناس بقى اللي بتحب الأكلات كده السريعة. مش هتاخد منك كده 10 دقايق تكوني قالية الحاجة. وهنبدأ كده نضيفها. عندي كده رشة من البشاميل، تقدري تغيري في الوصفة ديت البشاميل مثلا تضيفيها كده في النص بأي صوص عندك. أو كاتشب ممكن تضيفيه برضو في النص لو مش حابين تحطوا بشاميل في النص. وعندي كده رشة من الجبن، عندك جبنة رومي جبنة شيدر زي ما انتوا حابين. حطيت كده رغيف في النص عشان ابدا ان انا اقفل بقى العيش بتاعي. هو كده العيش طري، اقفليه كده بالراحه مع كمان البشاميل من فوق، يعني كله هيتغطى. مش هيبان منه حاجه خالص زي ما هتشوفوا كده معايا دلوقتي. البشاميل بتاعي تقيل زي ما انتم شايفين. انا عاملاه من غير بيض زي ما قلت لكم كده. كوبايه لبن وكوبايه ميه مع الدقيق والسمنه بقى بشاميل تقيل زي ما انتم شايفين. مسخنين كده الفرن من تحت بس. بنضيفه كده 10 دقايق لان انا مش عاوزه العيش ينشف معايا. طلع بالمنظر دوت، انا سبته بس كده يدي لون بسيط. وابدا ان انا احط اضافه الجبنه الموزاريلا. عاوزه تضيفي الاضافه ديت مش عاوزه تسيبي البشاميل يديك اللون اللي انت عاوزاه. خلاص كده بضيفها في الفرن شوايه يا دوبك بس كده دقيقتين 3. واحنا واقفين كده بيدينا بقى اللون الحلو ده مع الجبنه بقى لما بتسيح بتدينا ميكس حلو قوي. زي ما قلت لكم كده، يعني هي كريب او هو كريب بس يعني عامل نفسه مكرونه. الناس بقى اللي بتحب الحاجه السريعه، يعني بدل ما تقفي تعملي واحده واحده من الكريب، بصراحه الموضوع بيبقى متعب قوي. انا بعمله بيقعد فيه يعني ممكن يقعد اكتر من ساعه واحنا بنعمل الكريب. لا احنا عملناه كده نفس الحاجه عندنا برضو. جبنا كده ميكس من الجبن وبطاطس واي قطع بانيه موجوده عندنا زي ما قلت لكم كده. عملناه بس في صينيه. بصوا بقى الجمال، بصوا الروعه. طبقات، يعني مش قادره اقول لك شكلها كان عاجبني قوي. طبقات من العيش مع طبقات كده من البطاطس مع البانيه مع ميكس الجبن اللي احنا حاطينه والبشاميل. بصراحة يعني حلوة جدا، طريقة سريعة طريقة سهلة. لازم تجربوها بالطريقة ديت كده وتشوفوا بقى كده الجمال والروعة دي. حاجة سهلة حاجة سريعة تعجبكم وتعجب الولاد. أكلة خفيفة. وزي ما قلت لكم كده اي بواقي عندكم كده تقدروا تعملوا بيها. يلا بقى اعمليها على الطريقه ديت ان شاء الله تعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك عشان الفيديو يترفع ان شاء الله وكله يستفاد منه. ولو لسه مشتركتيش في القناه يلا اشتركوا في القناه عشان تشوفوا معايا كل حاجه حلوه وكل حاجه جديده. واسيبكم في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.